نعم. بمناسبة انتصار الشعب وانتصار أردوغان في تركيا تم تغيير اسم ريان العتيبي إلى أردوغان بمناسبة واو. بس ملاحظة أنه بالنسبة للأخ اللي تو طلع مع طفله الكريم، هو وضح أنه هذه يعني دعابة، ولكن هو أيضا بقى في الأجواء يعني. صح. هو هلا الاجواء صاخبه بهذا نعم. الموضوع يعني من كل الصعود، بس اللي صار انه الناس قضت سهره هيك لانه صار الموضوع باخر الليل، وفعلا تناولوا الموضوع بطريقه كثير موضوع انه في 10% من الموبايل، انه هي لو كانت مملحه او شاحنه الموبايل كان تهدد مستقبل تركيا. حتى في بعض الصبايا يعني علقوا على موضوع ثاني بهمهم، انه الوحده لازم تضل محافظه على تعمل اظافيرها، لانه ما بتعرفي باي لحظه تاريخيه ممكن تمسكي موبايل ولازم يكون كل شيء ظابط. يعني المواضيع كثير. وحتى طلعت نكت على الموضوع، يعني واحده رسلت لزوجها قالت له صار انقلاب في تركيا وطلع اردوغان وتكلم وفشل الانقلاب وانت الى الان ما رجعت البيت. اوف. يعني وحاسبت له يعني فصارت دعابه حتى بين الناس على الموضوع. صح. الحلو والغريب كمان انه تحسيها بدات وخلصت على السوشيال ميديا. يعني بدات بعد 6-7 ساعات تحسيها خلصت كله على السوشيال ميديا، فقوه وسائل التواصل يعني 100%. لا هو يمكن الان احنا لما نشوف انه الاهتمام بالقضايا هذه او حتى يعني اخذها بسكه ثانيه، انه ردود الافعال هذا برايك انه اسبابها انه السوشيال ميديا الان صار متوفر للجميع، اي واحد يقدر يعبر عن رايه، انه كل شخص يعني المهتم في السياسه تكلم بالموضوع سياسيا، المهتم بالكوميديا تكلم بالموضوع كوميديا، كل واحد اللي يحب تركيا كبلد سياحي ايضا كل شخص اخذها من جانبه. يعني هلا الخبر صار ما في اسرع من انه ينتهي. يعني مع بحضور القنوات التلفزيونيه صار اي شخص معه موبايل فصار هو ناقل للخبر وناقل للتوثيق. يعني في شيء هلا مثلا الفيسبوك لايف تنزل فيديو بشكل مباشر، ففورا صار الموضوع انت عشت الحدث مباشره. وهذا جزء من خلينا نقول من الثوره اللي عم تصير. صحيح. الثوره على مستوى السوشيال ميديا، يعني انه صارت الناس موجوده باي حدث بداخله بادق تفاصيله بطريقه كثير. صحيح. والكل على فكره صار انفولف، يعني حتى اللي ما بيحب السياسه او ما بيفهم بالسياسه صار بيدخل من خلال هذا الهاشتاج. الهاشتاج هو اسرع شيء ممكن ينشر لك اي موضوع، ولكن كل واحد ياخذه بطريقه مختلفه من زاويه مختلفه او من فهم مختلف. صحيح. لانه فعلا الهاشتاجات الكل يهتم فيها. يعني الان تدخل على هاشتاج سياسي تلقى بعض التغريدات اعلانات عن الحواجب. زين. او اعلانات عن شغلات ثانيه. ففعلا الهاشتاج يعني انت لما تخش على يعني تويتر على اليسار يبين لك ايش هي الترند. فانت في ناس زي ما قلت انت يعني دحين يعني يخشوا ويحطوا اشياء ويستغلوا مصائب قوم عند قوم. راح ننتقل لموضوع ثاني، ولكن ليله الانقلاب الفاشل انا قعدت اسال نفسي سؤال، انه هل المجموعه يعني العسكريه بعيد عن السياسه انه ليش اختارت ويكند؟ يعني الناس صاحيه، يعني اليوم الثاني كان ويكند. صح. اختار يوم دوام الناس نايمه مثلا عشان كلكم مصحصح ومستوعب اللي قاعد يصير. لا انا اتكلم عن الجهه الثانيه.